إنتاج العسل واحدة من السلاسل الإنتاجية الحاضرة هنا في المنتديات الفلاحية لبركان. المنتديات تهدف في المقام الأول إلى إبراز القدرة التنافسية لجهة الشرق، ولا سيما على مستوى انخراط التعاونيات في البعد الجهوي لمخطط المغرب الأخضر. تجمع ذات المنفعة الاقتصادية اللي تجمع 37 فلاح في المنطقة الشرقية حصلوا على تكوين وتنتجوا زيت زيتون بكر تستجيب المعايير الدولية. سبق لنا مثلنا المغرب في تظاهرات دولية في سويسرا وغيرها، وهذا المعرض نتمنى باش يفتح آفاق باش في إطار الجهوية يتم وقع هذا المنتوج. كنخدموا على الصبار، عصير الدلاحية، الكوفيتير الدلاحية، العصير الحمراء، الكوفيتير الحمراء، شرائح الصبار، النوار، الصابون. وحنا فرحانين بزاف بهذا المعرض اللي داروا لنا ببركان، نعرفوا بالمنتوج ديالنا وبالنسبه للقرويين التعاونيات نشجعوهم على هذا المنتوج. قطب اكتشاف المنتجات المحلية حرص المنظمون على إعطائه الحيز الأكبر في هذا الحدث الفلاحي، والهدف توفير التواصل المباشر بين الفاعلين المحليين المنتجين للثروة على صعيد كل جهة على حدة، وفي ذلك إغناء للتجارب في مختلف سلاسل الإنتاج في إطار المخططات الجهوية. احنا جينا من باب الصحراء قلميم، جينا نمثلوا مدينتنا الحمد لله. 14 جهه اللي مشاركه واللي كتبرز هي كذلك المؤهلات ديالها في المجال ديال المنتوجات المحليه، اللي كنعرفوا الحمد لله ان المغرب كيمتاز منتوجات محليه ذات جوده عاليه وعندها واحد الاقبال لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد العالمي. ازيد من 80 تعاونيه مشاركه، فيهم تقريبا اكثر من 150 عارض. على مدى 4 أيام تشهد هذه الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة، ومن بينها قطب المبادلات وتقاسم المعارف مع التجارب الدولية. وفي هذا الإطار سيتم عرض تجربة جهة الأرضين بفرنسا وجهة الأندلس في الجارة الشمالية.